خبر عاجل: التلاميذ سيعودون إلى الأقسام، والحكومة وعدت بتحسين دخل الأساتذة. إليكم التفاصيل. اتفقت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في اجتماع الذي عقد اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 على تجميد النظام الأساسي ووقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، الذي بسببه ينظم أساتذة إضرابات منذ أسابيع احتجاجا على مضامينه. وفي هذا الصدد أكد يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة لحزب الاستقلال أنه تم الاتفاق اليوم داخل اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المكلفة على 4 نقاط أساسية تتعلق بإشكالية النظام الأساسي. أولها تجميده هذا النظام وتعديله قبل يوم 15 يناير المقبل كأجل أقصى. وثانيا إيقاف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين والإجراءات الإدارية. ثالثا معالجة الملفات الفئوية ضمن النظام الأساسي في هذه المدة الفاصلة. رابعا تحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التعليم. وأشار المتحدث ذاته إلى أن تحسين دخل موظفي وموظفات قطاع التعليم سيتطلب دراسة لمعرفة تكلفة الزيادة في القريب العاجل. وشدد علاكوش على أن معالجة هذه الملفات سيتم داخل هذه اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة في أجل أقصاه 15 يناير المقبل. وعبر علاكوش عن ارتياح لهذه المخرجات التي أسفر عنها اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع النقابات، مشددا على أن هذه القرارات سيكون لها وقع كبير على الأساتذة وستمكن التلاميذ من العودة إلى الأقسام بعدما تم الاتفاق على جميع المطالب التي كانت سببا في الأزمة التي حلت بقطاع التعليم.